السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نورتوني وشرفتوني في قناتي حكاية من كل بيت. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة بفكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. شفتوا جماعة الفيديو اللي نزل وعامل ضجة كبيرة جدا على مواقع السوشيال ميديا؟ أم البلوجر هدير عاطف بتستغيث يا جماعة بالحكومة وبالرئيس وبوزارة الداخلية إن حد يشوف بنتها راحت فين. البلوجر هدير عاطف تم اختطافها النهاردة الساعة 7 الصبح من قبل بلطجية. قالوا إنهم اتهجموا عليهم، اتهجموا عليها في بيتها وسرقوا الدهب وسرقوا الفلوس اللي كانت معاها. وبتستغيث بتقول بنتها معاها طفلة على دراعها اللي شايلاها في الفيديو، وبتستغيث بتقول حد يا جماعة يلحقنا عشان هي مش عارفة لحد دلوقتي بنتها فين ولا ايه مصيرها ولا ايه اللي جرى لها ولا الجماعة اللي خطفوها دول عملوا ايه ببنتها بالظبط. هي قالت يا جماعة اثبتوا ان بنتي عليها أي حاجة، بنتي ما لهاش دعوة بأي حاجة، وجوزها هو إن كان بيعمل حاجة بنتي ما لهاش دعوة. سمعنا أقوال بعد كده يا جماعة، برضو في أخبار متضاربة إن حتى جوز هدير عاطف اتوفى، فمش عارفين الخبر ده صح ولا لأ. بس الأكيد إن هي تم اختطافها من بيتها البلوجر هدير عاطف. والأم بتستغيث عبر فيديو نزلته يا جماعة، بتقول يا جماعة الحقوني، بتستغيث بالرئيس وبالحكومة وبوزارة الداخلية إنهم يساعدوها ويشوفوا لها بنتها فين ويلحقوها قبل ما يكون البلطجية دول عملوا فيها حاجة. وشايلة بنت هدير على دراعها، البنت عمالة تصرخ وبتقول البنت مريضة وعندها ثقب على القلب. أيا كان يا جماعة الملابسات وأيا كان اللي حصل، ربنا يسترها ويرجعها لأمها ولبيتها ولبنتها يا رب في أتم صحة، ويا رب ما يكونش حد أذاها ولا عمل فيها أي حاجة. يعني حاجة غريبة إزاي يا جماعة توصل الجرأة إن إحنا آه يعني قاعدة ببيتها مأمنة ومسالمة، تفوجئ تلاقي بلطجية داخلين عليها وخطفوها وسرقوا الذهب اللي معاها وسرقوا الفلوس. هل حد كان بيتتبع خطواتها يا جماعة وحد كان مراقبها وعارف هي عندها ايه بالظبط؟ هنعرف من خلال الأحداث اللي جاية.